اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا لواحد الموضوع اللي شكل واحد الفرق كبير في المراقبه والتتبع ديال مقاومه الانسولين ما قبل السكري بانواعه والسمنه والزياده في الوزن. هذا الموضوع هو ديال CGM ولا جهاز المراقبه المستمره ديال السكر، اللي هو واحد الجهاز اللي هو حديث سهل في الاستعمال وكيبدل الطريقه ديال التعامل ديالك مع السكر. هذا الجهاز انا كنعتبره ماشي غير تكنولوجيا وصافي، هذه فرصه حقيقيه باش انك تعرف شنو تيوقع في الجسم ديالك لحظه بلحظه وتاخذ قرارات واعيه مبنيه على معطيات حقيقيه. CGM هو واحد الجهاز اللي هو صغير تتركبه فوق الجلد ديالك، فيه واحد الحساس ولا كابتور اللي هو دقيق تيعبر النسبه ديال السكر اللي كاينه في السائل الخلوي. ماشي لازم يكون فيك السكر او مريض بالسكر باش ديرو، اي واحد بغى يتهلا في راسو وفي صحته يمكن له يركبو باش تكون عنده واحد الرؤيه كيفاش هذا السكر ولا كيفاش السكر تيتفاعل مع الماكله، مع الرياضه، مع النعاس ومع التوتر. هذا الكابتور تيرسل المعلومات مباشره للتليفون ديالك وتعطيك منحنى ديال السكر تيبين لك فيه الطلوع والهبوط ديال السكر وتنبهك الا كان شي خطر. الدراسات بينت ان CGM تينقص من التحليه ديال الخزان ولا الهيموغلوبين غليكي ما بين 0.5 حتى 0.3%، وتنقص كذلك من داك لي فارياسيون بروتال ولا داك الهبوط الحاد ولا الطلوع الحاد ديال السكر خصوصا عند مرضى السكري من نوع واحد. CGM تعاوننا مع مقاومه الانسولين، من الجسم ما كيبقاش يحس مزيان بالانسولين، السكر تيولي يطلع وتولي الجسم تيخزن دهون خصوصا في المحيط ديال البطن. CGM تعطيك فرصه باش انك تشوف شنو هي الماكله ديالك اللي تخلي السكر يطلع بسرعه وشنو هي الماكله اللي تخلي السكر متوازن، وبالتالي فتقدر تغير الطريقه ديال الاكل ديالك على هذا الاساس وبدون حرمان. مع الزياده في الوزن او السمنه CGM تيساعدك باش تعرف شنو تدير لك الخبز الابيض، الحلويات، العصائر على النسبه ديال السكر ديالك، وشنو كدير لك وجبه غنيه بالبروتين والخلفه مور العشاء. الدراسات بينت على ان الناس اللي تستعمل CGM يمكن لها باش انها تنقص ما بين 2 حتى 3% من الوزن ديالها. مع السكري من نوع واحد CGM تعطيك تنبيهات مباشره في الحاله ما اذا ان السكر طلع او هبط بزاف وتخليك ترياجي بسرعه قبل ما توصل لمرحله الخطر. هذا الشيء تيعطيك واحد الاحساس بالامان وتيخفف عليك الحمل ولا العبء اليومي، وهذا الشيء خصوصا بالنسبه للامهات ديال مرضى السكري من نوع واحد اللي خفف عليهم الحمل وبزاف. مع السكري من نوع 2 CGM تعاون بزاف الناس اللي عندهم سكري من نوع 2 باش انهم يتحكموا في النظام الغذائي ديالهم، ينقصوا من الادويه وخصوصا الناس اللي ما باغياش توصل للمرحله ديال الانسولين. CGM تيبين كيفاش نمط الحياه كيأثر على السكر وتيمكن له باش انه ينقص الهيموغلوبين غليكي ب 0.6%. مع سكري الحمل CGM تيخلي الام باش انها تراقب السكر ديالها بطريقه سهله وفعاله باش تحمي راسها والجنين ديالها بلا ما تحتاج باش انها تسك راسها 5 ديال النوبات في النهار او لا اكثر. CGM تيحسن التحكم في السكر ب 50% بالمقارنه بجهاز القياس العادي. CGM ماشي حل سحري ولكنه اداه كتعطيك القدره باش انك تاخذ القرارات ساعه والحين. واش الماكله اللي كليتي فيها بزاف ديال السكريات؟ واش الرياضه اللي درتي كتهبط لك السكر؟ واش ستريس حتى هو طلع لك السكر بلا ما كليتي والو؟ وغادي تولي تربط السلوك اليومي ديالك بالنتائج ديالو. كل خطوه، كل ماكله ولا كل وجبه كليتيها ولا كل ساعه ديال النعاس نعستيها كتاثر. تابعني للمزيد مع دوك منى.